رئيس نادي الزمالك بيهدد مسؤول كبير في الدولة في حالة الخسارة أمام الأهلي اليوم. ضربة جديدة للأهلي قبل القمة بساعات قليلة. غيابات مؤثرة جدا في تشكيل الأهلي وحيرة لمارسيل كولر. حلقة جديدة ومعلومات جديدة مع برنامجكم أسرار وأخبار. بس يا ريت في البداية ما ننساش لايك للفيديو، ولو حضرتك أول مرة تسمعنا يا ريت تشرفنا وتنورنا، وتنزل دلوقتي حالا تدوس على زرار الاشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش أي أخبار تخص النادي الأهلي والكرة المصرية. خلينا نبتدي بالحيرة اللي فيها مارسيل كولر. طبعا كلنا عارفين ان النادي الاهلي عنده غيابات بالجملة. ابرز الغيابات عمرو السولية وبرونو سافيو ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم. فمارسيل كولر بيواجه مشكلة كبيرة جدا جدا في خط الدفاع وفي وسط الملعب. يعني محمد عبد المنعم ومحمود متولي دول الاثنين اللي كان بيعتمد عليهم مارسيل كولر بشكل كبير الفترة اللي فاتت، دول مش هيكونوا موجودين النهاردة. وغالبا يعني كولر هيلجأ لرامي ربيعة وبجانبه محمد هاني في مركز المساك، وهيلعب أكيد بباك يمين خالد عبد الفتاح. وسط الملعب هيكون يعني أليو ديانج، وفي مفاضلة حاليا ما بين حمدي فتحي ومروان عطية. حيرة كبيرة لمارسيل كولر وأزمة كبيرة لمارسيل كولر في مباراة اليوم. ومش بس كده، ده في يعني ضربة قوية تلقاها النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، يعني بإصابة مفاجئة لعلي معلول قد تمنعه من المشاركة اليوم أمام نادي الزمالك. طبيب النادي الأهلي بيكثف محاولاته لإشراك علي معلول. علي معلول يعني من اللعيبة المهمة في النادي الأهلي، ووجودهم بيكون مهم. لعيب لا غنى عنه. يعني احنا بنتمنى ان علي معلول يكون موجود النهاردة. علي معلول يعني احد القوى الضاربة للنادي الأهلي في الجبهة اليسرى. هو واحمد عبد القادر بصراحة قدموا مستويات عالية جدا جدا الفترة اللي فاتت. ففي يعني محاولة من النادي الأهلي ومن طبيب النادي الأهلي، محاولات مكثفة بصراحة يعني للحاق علي معلول بمباراة اليوم. تعال بقى نروح لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. أحد التقارير الصحفية أشارت أن مرتضى منصور بيهدد مسؤولين كبار في الدولة أن هو لو خسر النهاردة مباراة القمة أمام الأهلي وبمشاركة محمود عبد المنعم كهربا، هيطلع يفشي أسرار كارثية، وهيطلع يفضح ناس معينة، وهيطلع يعني يخوض في أعراض، وهيطلع يتكلم عن كابتن محمود الخطيب. أنا أشوف أن مرتضى منصور بيحاول يعني يصدر ضغط للمسؤولين في النادي الأهلي واللعيبة النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي عشان خاطر يطلع بالمباراة لبر الأمان. مرتضى منصور متأكد مليون المية ان النادي الأهلي فايق، النادي الأهلي في حالة كويسة، في حالة من الاستقرار. نادي الزمالك بقاله فترة في حالة يرثى لها بصراحة. فمرتضى منصور عارف ان النادي الأهلي يعني قريب جدا من الفوز. نسبة فوز النادي الأهلي اكتر بكتير من نادي الزمالك، فما عندوش حلول غير ان هو يصطنع خلافات ويصطنع مشاكل ويثير الجدل هو واعوانه بقى، يعني خالد الغندور ويعني القائمين على قناة الزمالك كلهم. فمرتضى منصور مفيش فضايح ولا حاجة، مفيش تهديدات ولا حاجة. هو بيحاول ان هو يصدر ضغط للجمهور وللعيبة وللجهاز الفني ولرئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. ولكن يعني دعونا ننتظر. المباراة خلاص يعني على الاعتاب، فاضل لها ساعات قليلة وتنطلق بصافرة الطاقم التحكيم السلوفاني، اللي في ناس كتير برضو اتكلمت ان هم عليهم مشاكل كبيرة جدا جدا. ولكن خلينا نستنى نشوف ماذا يعني سيقدم مرتضى منصور بعد مباراة القمة، لان كده كده بنسبة كبيرة النادي الاهلي ان شاء الله هيفوز النهاردة. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. بشكر كل الناس اللي بتدعم قناتنا المتواضعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.